مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده معايا الموبايل اللي انتوا طلبتوه في الفيديو اللي فات، السامسونج اس 24 اف 3. طبعا الناس كلها متحمسه ليه مع اني انا مش متحمس ليه خالص. يكفي العلبه يعني، النسخه الموجهه للشباب من سلسله السامسونج كل سنه، مع اني مش شايف اي روح شباب فيها بصراحه يعني. حط شاحن كفر بتاع علبه فاضيه يا صاحبي. كان نفسي اعمل لك تجربه انبوكسنج تشرفك، بس هي العلبه ما فيهاش كتير، بس انا قلت افتحها معاك. المهم لو انت طلبت الفيديو ده في الفيديو اللي فات اعمل لايك، ولو انت ما طلبتوش يا صاحبي انا عمال اجيب لك موبايلات جديده وانا اشكل لك الفتره دي وانوع لك، فما تنساش تعمل لايك للفيديو، تسيب لي كومنت بالفيديو اللي جاي او الموبايل اللي انت حابب تشوفه الفتره اللي جايه. نفس الفتحه بتاعت الايفون بالظبط، نفس الشريطين اللي احنا بنسحبهم بنفتح العلبه. كتر خيركم الصراحه، الله يبارك لكم. $650 الموبايل بقى، بس اللون الجراي ده، ما ده المفروض الجراي بس هو مدي على الابيض. ساتسفايد. حلو ده. الموبايل ده لازم يتعمل له مقارنه مع الشاومي 14 تي برو، لازم. الاثنين سعرهم قريب من بعض، وان كان الشاومي 14 تي ارخص، بس انا متحمس جدا للمقارنه بتاعته. لو انت محتاج المقارنه دي انزل ادعس اللايك وسيب لي في الكومنتات ان انت محتاج مقارنه مع الشاومي 14 تي برو، هعملها لك في اسرع وقت. بس مبدئيا مسكه الموبايل جامده جدا يا جماعه، نفس الدي ان بتاع سلسله سامسونج طبعا، نفس الثلاث كاميرات العايمه اللي في الظهر واللي بارزين حبه حلوين. ظهر من ازاز كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، من قدام برضو نفس الكلام كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس. الحواف من المعدن، انتنتين هنا في الجنب، ادي 3 4 5 6 انتنات بس حوالين الموبايل. نعمل 6 ونشوف. تعالى بقى اعرفك يا معلم، تشتري الموبايل ده ولا لا. نبتدي بجوده خامات التصنيع المعروف بيها سامسونج. بصراحه خامات التصنيع هنا جامده جدا. ظهر من الازاز، فريم من المعدن، شاشه محميه كمان بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، نفس طبقه الحمايه الموجوده على الظهر. خامات هنا بصراحه بيرفكت، ولكن عندي كام ملحوظه كده في الديزاين بتاع الموبايل. مسكه الموبايل لو انت بتستعمل موبايل من غير كفر مش اريح حاجه. ليه؟ الحواف اللي في الظهر مش مشطوفه، الحواف اللي في الظهر حاده جدا، فيها كيرف بس بسيط خالص. مسكه الموبايل لفتره وانت بتستخدم من غير كفر مش مريحه خالص. انت تمسك الموبايل بالوضع ده تمام، هنا بقى الحواف اسوأ واسوأ، هنا حاده تماما، مفيش اي كيرفات ما بين الشاشه والحواف بتاع الموبايل حاد جدا. طبعا الكاميرات بارزه جدا، اول حاجه هتصادف اي سطح هتحط الموبايل عليه، وكمان هتلاقي الموبايل بيرقص زي ما انت شايف كده، لازم تستعمل كفر معاه. تاني حاجه لاحظتها لو انتشار الانتنات حوالين الموبايل، عندنا حوالي 6 انتنات. 6 انترنت ده كويس جدا بالنسبه للموبايل، المفروض يربط شبكه كويس، ولكن في الشاومي 14 تي برو كان 8 انترنت. من قدام هتلاحظ اكتر حاجه الحواف كتير جدا جدا، واتش هول نظريا صغيره بس مش اصغر حاجه، كان في اصغر من كده، ولكن هيشفع للموضوع ده شويه شاشه سامسونج الدايناميك اموليد 120 هرتز، اقل من اخوه اللي هنقارنه بيه. فول اتش دي بلس، بتوصل لسطوع 1800 نيتس، سطوع مقبول جدا جدا جدا، ولكن هو مش الاعلى. الشاومي كان 4000، ولكن السطوع بتاعه ما زال عالي جدا وهتسلمه كويس وانت بره في الشارع، مش هتواجه كام مشكله. كمان الالوان اللي طالعه من الشاشه دي تحفه بصراحه، بتدعم اتش دي ار 10 بلس. الوان والكواليتي هنا بصراحه يعني سامسونج لا يعلى عليها في موضوع الشاشات ده. حجم الشاشه كمان 6.7 انش، حجم مناسب، ده الحجم المناسب، وفعلا ماسكه الموبايل في ايد كويسه حجم، لكن مش مريح. وزن الموبايل خفيف في ايدك، بعيدا عن الارقام، سيبك من الارقام، بس هو وزن الموبايل خفيف مش تقيل. كمان الموبايل بيدعم مقاومه ميه وغبار بمعماريه IP68، بيستحمل لغايه عمق 1.5 متر لمده ساعتين. نيجي بقى للاداء. النسخه معايا دي 256 جيجا 8 جيجا رام، بتيجي بواجهه سامسونج اللي هي 6.1، اندرويد 14، معالج الاكسينوس 2400 اي، ده غير ال 2400 اللي موجود في سلسله الاس 24 اللي هي العاديه، ده اضعف شويه، ولكن نفس الجي بي يو، نفس كارت الشاشه، ولكن هو المعالجات مختلفه. سيبك من الجوده كله، الاداء الفعلي الموبايل عامل ايه معاك والكلام ده. الموبايل سريع جدا بصراحه، الواجهه خفيفه، الابلكيشنز بتفتح بسرعه جدا، مفيش اي تعليقات واجهتني بصراحه، حتى لما بفتح كذا تطبيق في نفس الوقت الموضوع سلس جدا. واجهه سامسونج عامه حلوه جدا للناس اللي بتحب الحاجات الكلاسيك، ما فيهاش دوشه كتير، الايقونات واضحه وكل حاجه واضحه وكل حاجه بمسمياتها، ما فيهاش دوشه، ما فيهاش تطبيقات زياده رخمه انت مش محتاجها، ودي احسن حاجه في الواجهه بصراحه. بالنسبه للالعاب مثلا ببجي تقدر تلعب على اتش دي ار مع الترا فريم ريت، ولكن لو عايز بقى تاخد اعلى فريم ريت هتنزل للسموث واكستريم بلس اللي هو حوالي اكتر من 90 فريم. اللعبه كانت شغاله كويس، ولكن طبعا هنا مفيش تطبيق بيوضح لك عدد الفريمات قد ايه، لا اللعبه كانت حلوه جدا جدا جدا. دول سبيكر هنا في حته ثانيه، صوت الموبايل عالي جدا، بيدعم الدولبي اتموس، فهتعرف بقى مين جاي من يمينك مين جاي من شمالك من غير ما تستنى حتى يطفو. بعد حوالي ساعه الا ربع لعب الموبايل كان سخن شويه، سخن بدرجه انا ما قستوش كام، بس انا حاسس فيه سخونيه في ايدي عاليه شويه، بس اوعدك في المقارنه هنقيس كل درجات الحراره بالظبط. ولكن طبعا هذا لا يمنع ان احنا اخدت كام جيم جامدين، ولكن كنت بتغفل في النص. هسيب لك كام مشهد عشان تشوف استجابه الموبايل للفايتس والحاجات دي هتبقى عامله ازاي. Awesome.
Player number 1. طبعا بقى استكمالا للاداء، البطاريه هنا مش الاكبر، هي 4700 ملي امبير. الموبايل بيدعم 25 واط بس، مش موجود معاه في العلبه، ساعتك هتنزل تشتريه. وكمان بيدعم وايرلس تشارجنج 15 واط بس. طبعا ارقام مش اعلى حاجه بالنسبه لسعر الموبايل اللي هو حوالي بيبتدي $650 للنسخه اللي هي الاصغر 128، وحوالي 2350 درهم. الموبايل ده يعتبر فئه متوسطه، بنص فئه متوسطه، يعني اللي هو لسه ما طلش الفلاج شيب ولا نزل البادجت، ولكن اللي هو بيدعم شاحن 25 واط. لغايه دلوقتي سامسونج قافله الموضوع ده، مش عارف ليه. طب 45 واط حتى، طب حط لي شاحن يا سيدي، طب عندي الوايرلس تشارجنج، اديني اي حاجه، اديني حاجه يا اخي. يعني انت الموبايل ده هياخد وقت طويل قوي في الشحن، ولكن استهلاك البطاريه هنا بصراحه الواحد يقول اللي يقول عليه استهلاك البطاريه هنا ممتاز. البطاريه بتنزل 1% بعد فتره، يعني انا ده اكتر حاجه لاحظتها. مش بتخلص بسهوله، وان كان 4700 ملي امبير ده مش الرقم الاكبر، ولكن سوفت وير سامسونج اوبتمايزد جدا في موضوع البطاريه، خاصه بقى مع المعالج بتاعهم والسوفت وير بتاعهم، فكل حاجه الطبخه بتاعتهم فبيعرفوا يظبطوها صح، ولكن ناقصهم ظبط موضوع الحراره بتاعت المعالج. طيب يا سيدي، الكاميرات بقى، انت عندك هنا سيستم كاميرات جامد جدا. كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل فتح العدسه 1.8، وكاميرا ثانيه 80 ميجا بكسل تيلي فوتو 3 اكس اوبتيكال زوم، مش هتخسر اي كواليتي وانت بتزوم، وكمان فيها او اس. والكاميرا الاخيره الترا وايد 12 ميجا بكسل. الكاميرا السيلفي هي اللي قليله شويه كرقم 10 ميجا بكسل، سيبك من الارقام. التصوير على الموبايل ده تحفه، الصور حلوه جدا، يعني مش حلوه بس، لا هي حلوه جدا. السوفت وير بيعدل على الصوره بطريقه اللي انت مش محتاج تعدل عليها تاني، يعني بقى هاي دايناميك رينج بيظبطه، ساتوريشن كده وفايبرنس في الصوره، تلاقي كل حاجه منوره باللون بتاعها او اللون بتاعها واضح. حتى كمان الكاميرا السيلفي اللي انت ممكن كرقم مش اكبر حاجه 10 ميجا بكسل، ولكن الصوت شارب جدا، البورتريه مظبوط، السكين تون مظبوطه، كل حاجه زي ما الكتاب بيقول. فعلا هتاخد الصور بالموبايل مش هتحتاج تعدل عليها، الا بقى لو عايز تضيف افكت معين. الكلام ده كعاده سامسونج متفوقه في حوار التصوير ومعالجه الصور، مفيش سوفت وير في الاندرويد تقريبا يقدر ينافسها في الحته دي. انا تصوير فيديو بالكاميرا الخلفيه 8K 30 فريم، وممكن 4K 60 فريم، وبالكاميرا السيلفي 4K لغايه 60 فريم. نيجي بقى لشويه الكاميرات بقى بتاعه الموبايل. احنا كده اتكلمنا عن الشاحن اللي هو مش موجود، مفيش طبعا كفر مع الموبايل في العلبه. عندنا طبعا ستيريو سبيكر، لكن مفيش مثلا انفراريد بورت، مفيش مدخل 3.5 مللي، مفيش ميموري كارد، ولكن عندنا NFC، عندنا دولبي اتموس، جايروسكوب سنسور، ولكن مفيش بروكسيميتي سنسور حقيقي. البروكسيميتي سنسور مستخدمين هنا سوفت وير. طبعا السوفت وير مش بيبقى 100% دقيق، هنا نقول مثلا 95% دقيق، يعني بيبقى في نسبه تهيئ صغيره خالص كده. وطبعا لازم اقول لك على اخر حاجه طبعا لازم نتكلم عليها، وهي البصمه. والبصمه هنا بصراحه بسطتني، لا البصمه هنا شغاله كويس، سريعه، بتستجيب بسرعه، ما بتعلقش، يعني انت اظبط ايدك على السنسور هتفتح على طول. فبصراحه البصمه هنا حلوه جدا، ودي من النوادر اللي انا اشكر في البصمه بتاع موبايل سامسونج، يعني مش دايما بتظبط معايا، لازم تبقى بطيئه، او مثلا ايه تهيس مره كده، لو يقول لي مثلا إيه لا المس الموبايل تاني كده، او حط صباعك تاني كده، الكلام ده. هو صفقه جامده جدا لو انت عايز تجيب مثلا السامسونج اس 24 ولكن سعره غالي عليك شويه، فممكن تجيب الاس 24 اف اي. جوده الشاشه بدل ال 2K هتبقى فول اتش دي، سرعه الشحن بدل 45 25، تلف بسيط في المعالج والترددات بتاع المعالج، ولكن نفس كارت الشاشه ماسك الاس 24 ولكن بسعر اقل، ده المضاف. فانت عايز تجيب اس 24 صدقني هات ده وتنبسط. كده كده موضوع الشحن ده سونر اور ليتر هتتعود عليه. برده 25 من 45 ما فرقتش كتير، سرعه الشحن 45 واط مش الاسرع عامه يعني. وكده طالما زيتنا في ايدينا وكده كده هتنزل تجيب الشاحن، هات يا عم الرخيص، وفر كده كده. وصدقني اوعدك هتاخد تجربه استثنائيه، الموبايل فعلا تجربته جامده جدا. هتصرف بس عليه شويه، هتدلعه شاحن كفر سكرينه كده، وبعد كده الصفقه هتنساه. لغايه دلوقتي انا مش حاسس ان في مشاكل كبيره مع الموبايل، في كام ملحوظه زي مثلا سرعه الشحن، مفيش بروكسيميتي سنسور حقيقي او هاردوير، دول ملحوظتين تاخدهم على الموبايل او تخليهم في دماغك. سرعه الشحن الوايرلس مش اسرع حاجه، ولكن الموبايل كمان بيدعم الريفرس تشارجنج الوايرلس كمان، يعني تقدر تشحن مثلا ايربودز بتاعتك لو هي تشحن وايرلس، تقدر تحطها على ظهر الموبايل تشحنها وايرلس من خلال بطاريه الموبايل، فدي فيتشر لطيفه ممكن الناس بتحبها. سعر الموبايل زي ما قلت لك بيبتدي من $650 حوالي 2400 درهم. هسيب لك رابط شراء الموبايل ده لو حبيت تشتري تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان هتلاقي كود خاص بنستخدمها لو انت حبيت تشتري الموبايل ده تاخد خصم اضافي. بس يا سيدي كده اكون خلصت، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتقول لي رايك في الموبايل، ولو مستعجل على المقارنه بتاع الشاومي 14 تي برو سيب لي تحت الفيديو في الكومنتات واعمل لايك، ووصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، وهعمل لكم المقارنه دي في اسرع وقت. ولو حبيت تقارن الموبايل ده مع اي موبايل تاني برضه عرفه. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نشوف الفيديوهات اللي جايه، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.